مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت وياكم راح اسوي قص دجاج. طبعا انا مسويته باكثر من فيديو قص الدجاج، بس طلبوه من عندي. قص الدجاج يعني من اروح اشتري صدر الدجاج، اقول لابو المحل انه يشرح لي اياه، يسوي لي اياه شرايح، واجي نفسي هاي الشرايح الفها بكيس واخليها بالفريز. يعني لازم اجمدها، ما اشتغل بيها رأسا. واذا مثلا ما سوالي هو، اجي اني اسويها بالبيت، افتحها شرايح. هسه هذه تشوفوها هي مفتوحة ومجمدتها وخلتها بالفريز. حتى ليش اسويها شرايح واجمدها؟ حتى من اجي اقصقصها تطلع لي شرايح رفيعة، ما تطلع ثخينة. ودائما لازم تتجمد قبل الشغل، يعني ما اجي رأسا مباشرة باعوا، تبدي تفتح وحدها. لان اني مثل ما قلت لكم مسويتها شرايح، فاقطعها وهم ما افتحها بيدي. بس هاي هنا دراويكم انه اني شلون من افتحها او من تنطبخ تنفتح وحدها. واقصقصها وهيك اخليها، يعني بعد ما العب بيها واني من اخليها على النار هي تبدي تنفتح وحده وحده. يعني تطلع لي شرايح رفيعة مثل القص الجاهز باعوا، هي تفتح وحدها. هذه طريقتي أنا بالقص، يعني دائما حتى القص لا يطلع عندش تخين، تطلع خيوط مثل الشير رفيع أو مثل القص الجاهز اللي نشتريه. دائما أجي أحطها أسويها يعني أفتح صدر الدجاج لين تخين وأخليها بالفريز مباشرة. أغسلها وأنشفها وألفها، أحط وحدة فوق اللخ، أرسم حتى يعني مو بطريقة عشوائية، وأخليها بالكيس. وهذه بعد ما ثرمته كله باعوا شلون ينفتح. هاي بس أخليها على النار تنفتح وحدة وحدة. دائما هذه طريقتي بقص الدجاج. نفس الشي بقص اللحم، هم نفس الشيء. اخذ لي مثلا قطعه مال لحم واقول له سوي لي اياها شرايح، واجي اغسلها انشفها الفها بالكيس واخليها بالفريز، واجي بس اقطعها هي تطلع لي شرايح رفيعه. اثرم وياها ليمونه واحده، ليمونه واحده حتى خاف زفر يصير، تشيل لي الزفر. والليمون من اثرمه هم اسويه شرايح رفيعه. تشوفوها ايش قد رفيعه، واطبخها وياه حتى تشيل لي الزفر مالتها. واذا الليمونه عندك كبيره نص وحده كلش كافتي، هذه على راحتك. وحتى الليمون اصلا هو اختياري، تحبين تخليه تحبين ما تخليه، بس انا متعوده اخليه على مود الزفر، يشيل لي الزفر مالتها. خلصت هنا اجي اتبل اللحم مالتي، القص يعني الدجاج مالتي، اجي اتبله. عطرت هنا الملح والبابريكا. بابريكا هي كلش ضرورية. أخلي بالبداية خاشوقة مال لبن أو خاشوقتين حسب الكمية، إذا هواية عندك انتي مسويتها. هذا لبن خليت هنا تقريبا خاشوقة ونص أو خاشوقتين، هو ما يأثر. وهم اللبن اختياري، تحبين تخليه تحبين ما تخليه انتي على راحتك. أرجع أجي على البهارات مالتي، أخلي بابريكا. البابريكا كلش ضرورية، هي عبارة عن فلفل أحمر، أكو بارد وأكو حار. هذه لا باردة مو حارة. خليت هنا خاشوقة ونص مال استكان الشاي. وأخلي الملح، وأرجع أخلي الفلفل الأسود. هذا الفلفل الأسود خليت هنا يعني شوي مو هواي، لأن هذا حار اللي عندي. فأخلي الفلفل الأسود وأبدي أخلط المواد. هذه الطريقة إذا مثلا انتي ثرمتيها الصبح وخليتي بهاراته، حابة مثلا للعصر بعد أحسن، حابة يعني للعشاء لليل بعد أحسن، أو إذا رأسا هم اشتغلتي بيها هم راح يأثر. فأني هنا بعد ما تبلتها مباشرة راح أحطها على الطباخ. اللي تسويها من وقت ماكو إشكال، يعني مثلا تسويها من الصبح وتخليها بالثلاجة، تلفيها بكيس المطبخ وتخليها بالثلاجة، ما بيها إشكال. أجي هنا على الطاوماتي أخلي كلش قليل زيت،
كلش قليل. وإذا إذا أنت مثلا عندك لية وخليتيها يكون بعد طعمها أطيب. أنا بصراحة ما عندي لية، وجربت مرة خليت اللية يعني شو طلعت زفرة. جربتها مرة ما أعرف اللية كانت ما شنو، ما صارت طيبة كلش. أخلي شوية زيت بدل اللية، ومثل ما قلت لك اكو لية شيل الزيت لا تخلينه، والزيت قطرات بسيطة مجرد هيك بس أبلل الطاوة، أذبها على النار مالتي وما أحركها. ما راح أحركها لأنه من أظل أقلب بيها هسه تبدي تطلع يعني مي كلش هواية. فأني التحريكة هيك بسيطة وأعوفها، كل شوية أجي أحرك شي بسيط وأعوفها، يعني ما أرجع عليها. طبعا أنا هذه دا أسويها للعشاء، وبصراحة هو هم العشاء حيرة يعني. وأنا يمكن أكثر من فيديو قايلة أني عندي بالبيت مو كل شي ياكلوا على العشاء، فهيك شغلات يرغبولها، همبرجر، قصد دجاج، البيدة، شغلات غير شي يعني يرغبولها. باعوا هنا شلون انفتح عندي القص، شلون صارت شرايح من وحدها. مثل ما قلت لك كل شوية أرجع أقلب عليها، يعني أخذ لها فد تقليبة واحدة وأعوفها. ودا تشوفين المي طلعتها، انتظرها إلى أن ينشف ميها. حضرت هنا بكيتها على صفحة، أروح أقليها بين ما القص يكمل عندي، يعني مو مستمرة واقفة عليه وأقلب، لا، انتظر إلى أن مية ينشف ويروح. يلا أبدي أحمس بيها مال يعني حتى أقسبها شوية، أسويها مال القص. فهاي هنا أعوفها إلى أن المي مالتها ينشف. وبديت أحضر مثلا زلاطة عندي بتيتا أقليها، أحضر على صفحة. وبالمناسبة اللي تشوف الفيديو مالتي وما مشتركة بقناتي خلي تشترك وتفعل الجرس حتى أي شيء يعني من أنزل فيديو يوصل إليك إشعار إنه نزل فيديو جديد. فهنا بدأ المي مالتها ينشف، أرجع هسه تقريبا ميها بدأ نشف كله. هنا أبدي أحمس بيها، أظل أحمس بيها إلى أن تكسب، يعني تستوي الدجاج نفسه يستوي. باعوا هاي هنا شلون صار. فهو العشاء يعني والله واحد يحتار بي. الغداء اي نقدر واحد يخلصه تمن مرقة مثلا برياني مقلوبة، بس العشاء شوية تصير حيرة بي، يعني يوم هيك يوم هيك. يوم قصد دجاج أسوي، يوم أسوي لحمة بعجين، يوم بيتزا. دي بالبيت ما يحبون التقلاه يعني، ودهن وهواية دهن وما أعرف شنو، لا ما يحبوا، يقولون ثقيل على المعدة وما متعلمين يعني. حتى أنا ما معودتهم، حتى من أطبخ التمن والمرقة ما أخلي الدهن هواية، دائما الزيت مالتي كلش قليل أخليه. فالغدا يخلص سهل، بس شوية بالعشاء حيرة. واحنا هنا بتركيا يعني مثلا ما عندنا مثلا هاي الكبب الجاهزة واحد يجيبها يقليها، ما عندنا هيك شي، يعني ماكو بالمحلات ولا بالماركتات. محضرين لك اللحم، اكو لحم مثروم، اكو لحم قطع، اكو صدر الدجاج، اكو الدجاج. انتي اختي وسوي. فاني احب هالشغلات يعني، اخذ اجيب واسوي بالبيت. وهواية والله فيديوهات مسوية، يعني الهمبرجر مسويته، بيدا مسويتها، انواع الكبب واحجامها الكبيرة والصغيرة والوسط والهلالية مسويتها، كبة التمن، بوتيتا شاب كلها مسويتها يعني. حتى برمضان اللي فات انا كل شي كنت محضرة يعني اسوي ومصورتها كلها بالفيديو. فاللي تريد تشوف بس تدخل يعني، من تدخل على القناة تضغط على كلمة الفيديوهات تطلع عليك بحدود أكثر من 120 فيديو حلويات، كل شي موجود بالقناة. هسه هنا ظليت أحمس بيها إلى أن الدجاج نفسه استوى كمل، جهزت كله كامل.
هذا العشاء مالتنا كان هني، هذا مسويته للعشاء. هذا صدر الدجاج كمل عندي ببهاراته بملحه، كله كامل كله جاهز. هنا اسوي لهم لفات، يعني هم الولد عندي يحبون اللفات، وياها بتيته وياها زلاطه وخس. وهذا الطرشي هذا طبعا انا مسويته، هم موجود بالقناة. وهذا عشانه، والحمد لله والشكر. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، واللي تشوفوا الفيديو لا تنسى اللايك وتعليقاتكم الحلوة. وهذا هم الفلفل اني هم مسويته، اجيبه واجبسه وياها صمون حار وياها بيبسي. وهذا العشاء، الحمد لله والشكر. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وأشوفكم بفيديو جديد. نلتقي على خير إن شاء الله. مع السلامة.